سألتوني عنها كتير قوي، والنهارده جايه اكلمكم عنها. مكوناته بقى: من الموتور، بيلزق حلو قوي في الرخامه لدرجه تشديه بالعافيه. بيجي بفيشه ثلاثيه وبنجيب له المشترك ده. يجي معاه درق الخلاط، بسم الله، وبيجي معاه مطحنة توابل، والدرق الاساسي للفرن بسلاح للفرن وسلاح للخفق. لو شلتي الغطا الاساسي وركبتي القطعه الصغيره اللي بتيجي معاه دي، عشان تركبي القطعه دي تقدري بقى تستخدمي عصارة برتقان، وكل ده هستخدمه معاكم دلوقتي. بيجي معاها بقى مبشرة ضيقة ومبشرة أوسع، وفي نفس الوقت لو قلبتيها كده تبقى قطعة شيبس ضيقة وقطعة شيبس أوسع، ومبشرة جبنة كمان. وبتيجي القطعة دي نطول بيها الجزء ده. طب لو شلتي ده خالص كده، بيجي كمان عصارة رمان تعملي بيها أحلى عصير رمان. بيجي معاها كمان سباتولا. تعالى اكلمك عن كل قطعه في الفود بروسيسور كنود. اهم حاجه واهم قطعه بتستخدميها كل يوم وانت واقفه في المطبخ هو دورق الخلاط، عشان تعرفي ان الخلاط ده بيفرم حلو قوي وبينعم الحاجه ولا لا. اكتر حاجه بيبان فيها بصراحه وهي عصير الطماطم. القشر والبذر اللي بيطلع من عصير الطماطم هو ده اللي بيبين لنا اذا كان الخلاط ده بيفرم كويس قوي وبينعم العصير اللي جواه ولا لا. لان احيانا في خلاطات بتخلي عصير الحاجه اللي جواه سواء طماطم او غيره بيبقى عامل زي ما يكون مجروش كده، مش عصير. فهوريكي دلوقتي لما هنعصر الطماطم دي القشر والبذر اللي هيطلع منها ناعم قد ايه. المهم ان مش اي كنود بنثق فيه. عايزه اقول لكم في كنود دلوقتي في السوق مضروب كتير جدا، فعشان تجيبي حاجه موثوق فيها ومش مضروبه تقدري تجيبيها من مكان موثوق فيه. وانا ارشح لك الرداء الجميل. الرداء الجميل مش اول مره اتعامل معاه، دي تاني مره. جبت منه قبل كده جهاز الوافل السبعة وف واحد وكان خطير خطير. حاجتها موثوق منها جدا، شغلها كله بتجيبه من الخارج، وعندها كل موديلات محضر الطعام كنود. يعني في موديلات تانية مختلفة عن الموديل اللي انا هوريه لكم النهارده، وعندها كمان كذا موديل لخلاط كنود باختلاف الواط يعني. وعندها كمان حلل وقلايات ومكانس وميكر، وعندها حاجات كتير جدا على فكرة. واهم حاجة انها تفتح لكم نظام التقسيط لمتابعين عزة في المطبخ بس، وعندها شحن لحد باب البيت، وتعيني المنتج كمان قبل ما تدفعي الفلوس. اهم حاجة بقى قبل ما يفوتني الكلام ده، بصي البصل نعمناه خالص، خليناه ميه او خليناه وسط. بصوا زي ما تحبي يعني. تقدري في محضرة الطعام كنود دي تفرمي البصل لدرجة انك تخليه ميه عشان تاخدي منه الميه بقى تتبلي مشاوي او حاجة، هيسهل عليكي قوي. هو هيخليهولك زي العصير اهو. او تخليه مفروم وسط عادي عشان تستعمليه في اي حاجه. انا خدت الاتنين على بعض عملت بيهم كفته. حابه بقى تسمغي الكفته بتاعتك وتنعميها قبل ما تسيخيها تشويها، تصبعيها تكوريها، برضو هتنعميها في الفود بروسيسور او تسمغيها يعني في الفود بروسيسور من غير ما تتعبي ايديكي بقى وتجهدي ايديكي. بصوا الفرق في الشكل بين اللي نعمناها وبين اللي لا. الكفته كلها شكلها خطير اهي. بصي اهي، تقدري تشكلي فيها بقى زي ما انت عايزه. من ضمن القطع بقى اللي موجوده في الفود بروسيسور او محضره الطعام يعني المطحنه. يعني بصوا فيها مطحنه في منتهى اللذاذه. اكتر حاجه بتبين لك المطحنه دي حلوه ولا لا لما بتيجي تطحني فيها ايه شويه توابل، ومن ضمنهم واهمهم هو الفلفل الاسود. الفلفل الاسود لو طلع من المطحنه زي شبه مجروش بنعرف ان المطحنه دي مش كفء، يعني مش قد كده، تعبانه زي ما بنقول. المهم انا قلت لنفسي هنا هو انا ليه دايسه عليها؟ هي ثابته. بصوا لا بتتحرك ولا بتمشي ولا بتتهز، ثابته جدا. الموتور بتاعها بيثبت حلو قوي على الرخامه. بصوا بقى الفلفل الاسود، معنى انه يطلع بالنعومه دي ان المطحنه دي 10/10. حقيقي انا بشكر الرداء الجميل على الفود بروسيسور الجميل ده اللي بعته لي عشان اوريه لكم. من كتر ما انتوا فعلا، انا بسأل على الفود بروسيسور اللي عندي كتير جدا. لو استعملت درق الخلاط، لو استعملت الكبه بتاعته، لو استعملت اي جزء من المحضر، ابشر جزر، بتسأل عليه كتير جدا فجبته لكم لحد عندكم، والاصدار الجديد كمان. بصوا بقى العظمه بتاعه عصاره الرمان دي كده عصاره رمان. لازم تحطي كوبايه هنا عند الفتحه اللي بتنزل العصير، وتبتدي تحطي الرمان من الفتحه اللي فوق اللي في الغطا ده، وتشغلي وتنزلي كده الرمان واحده واحده، وتشربي احلى كوبايه عصير رمان. هتقولي لي ممكن نضربه في الخلاط ونصفيه؟ لا، البذره بتاعته لما بتتضرب وتتكسر منها في قلب العصير وتصفيه وتيجي تشربيه ما بيبقاش احلى حاجه خالص، ما بيبقاش بنفس جمال طعم العصير ده وهو معصور الطبقه الخارجيه بس بتاعه العصير، ومتسابه البذره بتاعته صحيحه زي ما هو جوه العصاره دي. خطير بجد. اللي ما شربش عصير رمان
من عصاره زي دي قبل كده، لا فايته كتير. شوفوا لي بقى القطعه الحديثه دي نازله مع الاصدار الجديد ده، بس دي مش موجوده عندي بصراحه. موجوده عصاره برتقال، بس الجزء اللي انا ركبته من فوق ده اللي هو بينزل منه العصير من هنا ده جديد. لكن اللي عندي العصير بينزل في قلب الدورق الكبير عادي، وبعد كده انا اصبه. فانتوا عادي تقدروا تعملوا كده، يعني تقدروا تستغنوا عن الدور اللي فوق ده، تركنوه يعني لو مش عايزين، وركبوا العصاره. المهم ده مش برتقان بلدي، انتوا عارفين ان احنا في موسم دلوقتي ما فيهوش برتقان بلدي اللي هو بتاع العصير، ده برتقان بسر عادي خالص. بس كان لازم اوريكم هي قد ايه بتعصر وتاخد قلب البرتقانه، ما بتسيبش فيها حاجه. يعني بصوا انا عصرت برتقانتين بس، البرتقانتين دول ملولي شوب كبير. يعني بصوا انا خدت كل اللي في العبوه اهو، البرتقانتين دول عملوا الشوب ده، شايفين؟ يعني على الاخر اهو. فكميه كويسه جدا انها تنزل من برتقانتين بسره مش بلدي كمان، فحلو جدا. معنى كده ان العصاره اصلا بتاعه الفود بروسيسور خطيره حلوه جدا. طب الجهاز فيه ايه كمان؟ فيه الثلاث مباشر دول. المبشره تقدري تحطيها في الدورق العادي ده كده، وتحطي الغطا كده، وتبداي تحطي بقى الحاجه اللي هتبشريها من فوق كده. وده اللي انا بعمله حتى عندي على الجهاز بتاعي القديم. لكن عملوا لك دلوقتي في الحديث جزء تاني كده، قطعه فوق اهو، تقدري تحطي المبشره من فوق وتستخدمي وتحطي الحاجه كده اللي يريحك بقى، اللي انت حابه. لو انت مستخدمه مثلا فرمتي بصل او حاجه في الدرق الكبير اللي تحت ولسه ما اتغسلش، وعايزه دلوقتي هتعملي سلطه، فعايزه تبشري جزرايه بسرعه، تقدري تبشريها، تركبي الدرق التاني اللي هو الدور التاني ده وابشري على طول. فاهمه؟ يعني بصراحة لا، أنا حاسة إن زي ما يكون كنود شافوا إيه العيوب أو الغلطات اللي كانت في الإصدار القديم مثلا، أو الحاجات اللي كانوا بيعملوها قديم. أصل بتاعي ده بستخدمه من أكتر من 16-17 سنة مثلا، فحدثوها بقى وعدلوها. بصوا جمال الجزر المبشور بالمبشرة الضيقة اللي أنا بشرت بيها، الضيقة ودي أوسع. بصوا هما درجتين، واحدة واسعة وواحدة ضيقة، يعني واحدة بتبشر خشن وواحدة ناعم. لما بنقلبها واحدة بتعمل شيبس تخين، وواحده بتعمل شيبس ارفع. فانا هعمل معاكم الشيبس دلوقتي التخين، يعني دي كده الشرايح التخينه للشيبس. هتحطي بس البصلايه تضغطي عليها كده من الفود بروسيسور، وتبقي عملتي احلى شويه شيبسي في البيت. سواء بقى هترشي عليه زيت وتدخليه الفرن، هتدخليه الاير فراير، هتحمريه في الزيت عادي، بس ابقي نقعيه في شويه ميه بخل. خطيره خطيره يا جماعه، الجهاز ده في حته تانية خالص والله. يعني انا سعيده ان انا بكلمكم عنه. بصوا شرايح الشيبسي، وفي اللي ارفع من دي، بس انا حابه دي اكتر اهو. تقدري طبعا تعملي كده في شرايح جزر، شرايح خيار، وترصي تشكيله طبق سلطه تعملي فيه ديكورات والحاجات دي. والله يعني حاسه الرداء الجميل جاي يحقق احلام اي واحده كانت بتتمنى جهاز زي ده. هل استكفى بكده الجهاز؟ لا، جايب لك قطعه كمان بتاعه الخفق، تقدري تعملي بيها احلى صينيه كيك من غير مواعين كتير ودربكه مطبخ وتوسيخ كل حاجه. لا، هتحطي كل مكونات الكيك بتاعك في قلب الفود بروسيسور، وتشغلي الجهاز بقى وتخفقي، وتبقي عملتي احلى كيك بس في ثواني. وفي نفس الوقت ما عندكيش مواعين كتير، هو القطعه دي بس، الدورق بتاع الفود بروسيسور بس كده. طبعا من وجهه نظري الجهاز ده مهم جدا في جهاز كل عروسه، مهم جدا في مطبخ كل واحده بتحب وقفه المطبخ. في النهايه احب اشكر جدا الرداء الجميل على كل منتجاتهم الموثوق فيها اللي بيجيبوها لنا، واتمنى من كل قلبي اكون شرحت لكم الجهاز حته حته بالتفصيل كويس جدا، وتكونوا حبيتوا الجهاز زي ما انا كمان بحبه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، يكون كمان عجبكم. بحبكم جدا في الله.